نحن في خير وفي راحة بذكر النبي محمد، ومع هذا الذكر يجب ألا ننسى أننا نرى حولنا عالم، نرى فيه ما يحز في القلب، ونرى فيه ما يدمي الفؤاد، ونرى فيه ما يجعل المسلم يشعر بالخيبة والإحباط، وهو يرى عالمنا المعاصر يتضافر على الذبح ويتضافر على الهتك. عرفتم يتضافر؟ لا يستطيع أحد أن يفعل شيء. هكذا أخبر النبي في أخريات الزمان ما يجري في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في هذه المجالس لنا وسيلة واحدة، أننا إذا اجتمعنا في مدح النبي واجتمعنا في التحابب في ذات الله مع بعضنا البعض لا ننسى إخواننا المنكوبين في الأرض أيا كانوا وفي أي بلد كانت. ليس هناك تمييز بين الذي في اليمن أو بين الذي في الشام أو في العراق أو في ليبيا أو في غيرها. ماذا نقدم لهم؟ نقدم لهم الدعاء. الدعاء أفضل سلاح في الأرض. الذي أصاب الأمة الضعف في الدعاء، ضعف العلاقة بالله. ممكن تأتي منظمات وتساعد، ممكن تأتي دول وتساعد، ممكن تصل مساعدات لفلان أو لا تصل، لكن أقرب طريق للإيصال كلم ربك. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وبعد يخاطب أهل مكة فقد كذبتم أن الدعاء له أثر فسوف يكون لزاما. حروب، قتال، موت. لماذا؟ لأنكم انقطعتم بينكم وبين أقرب الطرق إليكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. عندما اختل التوازن عن طريق التعليم للأسف، عن طريق التربية للأسف، عن طريق الإعلام وللأسف، عن طرق متعددة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ظهر هذا الجيل، هذا الجيل الحائر، هذا الجيل المحبط، هذا الجيل اللي يدمر نفسه، هذا الجيل المنتحر، هذا الجيل المريض، هذا الجيل الذي يظلم نفسه ويظلم غيره. هذه كلها ثمرات جرت عندما بعدت الأمة عن الدعاء وبعدت عن حقيقة الرجاء في الله. لكن نحن نتقرب إلى الله في هذه الساعة بأن نرفع أيدينا، أن الله يكشف الغمة عنا وعن هذه الأمة. اللهم يا كريم، اللهم يا رحيم، اللهم يا مفرج، فرج عنا وعن أوطاننا وعن بلاد المسلمين وعن ما يدور في الشام ويدور في اليمن ويدور في العراق ويدور في كل أرض الله.